قدرات بدنية عالية، تدريبات خاصة ومكثفة، مؤهلون للقيام بالعمليات الخاصة والأكثر تعقيدا. ميزتهم الدقة والسرعة والسرية عبر كامل التراب الوطني، جاهزون للتدخل بكل فعالية. هم نخبة القوات الخاصة الجزائرية، الفوج 116 للمناورات العملياتية، رجال في تحدي المستحيل. كل ركن من أركان هذه الأرض ينبض فخر، شعب صامد، جيش من حديد، ورئيس بنحطه تاج على رؤوسنا ويكتب التاريخ من جديد. هذه هي بلاد الرجال، هذه موطني الجزائر. فأنا أحمد عودة من فلسطين. اكتب لي من وين بتتابع هذا الفيديو، تحياتي لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم فيديو جديد على قناة صوت فلسطين. أحمد عودة. ما تنسى عزيزي المشاهد تدعمنا من خلال زر لايك، شير، سبسكرايب من أجل توصل صوت ابن فلسطين، وعلشان تدعمونا وتوصلوا صوت ابن فلسطين ما تنسى تشترك في القناة عزيزي المشاهد. دعونا مباشرة نتوجه لنشاهد هذا الفيديو بعد قليل. قدرات بدنية عالية ومكثفة تجعلهم يتحدون كل الصعاب وفي مختلف الظروف. ميزتهم الدقة والسرعة والسرية عبر كامل التراب الوطني، جاهزون للتدخل بكل فعالية. هم نخبة القوات الخاصة الجزائرية، الفوج 116 للمناورات العملياتية، رجال في تحدي المستحيل. الفوج 116 للمناورات العملياتية هو وحدة من وحدات النخبة للجيش الوطني الشعبي، يتدخل عبر كامل التراب الوطني لتنفيذ المهام الخاصة والمعقدة منها، وكعمليات تحرير الرهائن. جزائر يا جزائرنا، فخر فلسطين وفخرنا. جزائر ردة بردة، الجبل العالي تهده، محتل والله ترده. يا الجزائر يا الجزائر ثورة ثورة ما تقبلها العيشة المرة، تبقى على جبين وضرة. جزائر هبت بركان. جزائر يا جزائرنا، فخر فلسطين وفخرنا. جزائر يا جزائرنا، فخر فلسطين وفخرنا. يبدو هدر الصوت والحر لا ما يموت، يا ثورة على المحتل يا الجزائر. إطار المحافظة على الجاهزية العملية للفوج يخضع جميع أفراد الفوج إلى تدريبات خاصة ومكثفة ومعقدة، تشمل العمليات الخاصة، الإنزالات الجوية، والرمايات الدقيقة، واستخدام العتاد الموجود بالحوزة. التركيز، تفهم المهمة، السرعة من أهم العوامل عند تنفيذ العمليات العسكرية الخاصة. من بينها حماية المنشآت الحساسة والحيوية والتدخل لتحريرها عند تعرضها لأي تهديد. يا الجزائر يا الجزائر ثورة ثورة ما تقبلها العيشة المرة، تبقى على جبين وضرة. جزائر هبت بركان. جزائر يا جزائرنا، فخر فلسطين وفخرنا. جزائر يا جزائرنا، فخر فلسطين وفخرنا. يبدو هدر
كلف السرية الخاصة على غرار باقي السرايا العضوية للفوج 116 للمناورات العملياتية بالتدخل في الحالات المستعجلة والمعقدة، لا سيما عمليات تحرير الرهائن. من العمليات الصعبة التي يستوجب تنفيذها شروطا خاصة. هي الفخر والعزة، هذا الشعب والجيش والرئيس وكل ما هو جزائري، نفتخر بكم من قلب فلسطين. تحياتي لأحرار العالم سواء كان من الجزائر أو من خارج الجزائر. ولكن أعزائي المشاهدين، مثل ما رأينا في الجزء الأول معنا في الفيديو اليوم، فما تنسى عزيزي المشاهد دعواتك في التعليقات لإخوانك في العزة، ومهم جدا لايك شير سبسكرايب من أجل توصل صوت من فلسطين وعلشان يصلك كل جديد. دعونا نستكمل الفيديو، ابقوا معنا. يا الجزائر سيف انسل، ما تقبل برضي محتل، والله ابد ما نذل ابن الجزائر. كل الارض بتشهد لك، نشمي فارس من قدك، الله يحفظ ارضك يا الجزائر. يا الجزائر جزائر يا جزائرنا، فخر فلسطين وفخرنا. جزائر يا جزائرنا، فخر فلسطين وفخرنا. يا الجزائر ثوب العز، والريس تبون منهز، والهامة لما تهتز يا ابن الجزائر. والجزائر ثورة حرة، ابنك يا الجزائر حر، ما يقبل محتل بأرضي الفلسطيني من ذل. جزائر يا جزائرنا، فخر فلسطين وفخرنا. جزائر يا جزائرنا، فخر فلسطين وفخرنا. يحضر هدر الصوت. أين يعتبر التخطيط الذكي والدقيق من أهم مميزات هؤلاء المقاتلين عند التعامل؟ يركز البرنامج المكيف للتدريب والتحضير القتالي للفوج 116 المناورات العملياتية على تدريب الأفراد من أجل تنفيذ مهام نوعية خاصة في المناطق الجبلية والغابية في مختلف الظروف. كما يتدرب فريق القناصين على جمع معلومات حينية على ميدان المعركة، وكذلك إتقان مختلف تقنيات الاستطلاع والمراقبة. يا الجزائر سيف انسل، ما تقبل برضي محتل، والله ابد ما نذل ابن الجزائر. كل الارض بتشهد لك، نشمي فارس من قدك، الله يحفظ ارضك يا الجزائر. يا الجزائر جزائر يا جزائرنا، فخر فلسطين وفخرنا. جزائر يا جزائرنا، فخر فلسطين وفخرنا. يا الجزائر ثوب العز، والريس تبون منهز، والهامة لما تهتز يا ابن الجزائر. والجزائر ثورة حرة، ابنك يا الجزائر حر، ما يقبل محتل بأرضي الفلسطيني من ذل. جزائر يا جزائرنا، فخر فلسطين وفخرنا. جزائر يا جزائرنا، فخر فلسطين وفخرنا. يحضر هدر الصوت، والحر لا ميمون، يا ثورة على المحتل يا الجزائر. لذا يحرص حراقي الفوج على استخدام أحدث الوسائل والمعدات لإبطال مفعولها. سرية التدخلات التقنية، وهي وحدة فرعية عضوية للفوج 116 للمناورات العملياتية
تكلف بتقديم الدعم التقني لسرايا الفوج في مجال الكشف وإبطال تجهيزات، بالإضافة إلى التدخل في الوسط البحري عن طريق فصيلة الغطاسين. قسم الإبطال تتم فيه إبطال تجهيزات. يا الجزائر سيف انسل ما تقبل برضي محتل، والله ابد ما نذل ابن الجزائر، كل الارض بتشهد لك نشمي فارس من قدك، الله يحفظ ارضك يا الجزائر يا الجزائر. جزائر يا جزائرنا فخر فلسطين وفخرنا، جزائر يا جزائرنا فخر فلسطين وفخرنا. يا الجزائر ثوب العز والريس تبون منهز، والهامة لما تهتز يا ابن الجزائر، والجزائر ثورة حرة ابنك يا الجزائر حر، ما يقبل محتل بأرضي الفلسطيني منذل. جزائر يا جزائرنا فخر فلسطين وفخرنا، جزائر يا جزائرنا فخر فلسطين وفخرنا. يحضر هدر الصوت والحر لا ميمون، يا ثورة على المحتل يا الجزائر. الجزائر لا تخشى أحد، الجزائر دائما فخرنا ورأسها فوق مرفوع إلى السماء، وأنا كفلسطيني أفتخر وأعتز بكل ما هو جزائري، وأنا أتكلم في هذه القناة بكل شفافية وصراحة ونزاهة عن الشعب الجزائري والرئيس والجيش وكل ما هو جزائري وعن أحرار العالم. فأنا أحمد عود من فلسطين بانتظار تعليقاتكم ودعمكم على هذه القناة، ومهم جدا دعواتكم في التعليقات لإخوانكم في العزة، وما تنسى تشترك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل وخلي لايك على هذا الفيديو مثل ما رأينا منذ قليل في هذا الفيديو. ولكن تحيا الجزائر بشعبها ورئيسها وجيشها، تحيا الجزائر عاشت فلسطين حرة عربية. بنهاية هذا الفيديو من قناة أحمد عودة بن فلسطين بحب أتشكركم على المشاهدة. كان معكم أخوكم أحمد عودة بن فلسطين وعاش اقتراب الجزائر. يعطيكم العافية أصدقائي.